السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش كده حبيباتي نصلي على شفيعنا ورسولنا الى يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلا وليس امرا، لو انت اول مرة تشوفيني حبيبة قلبي بقى ما تنسينيش كده من اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. بحبك من قلبي في الله. اشوفكم يا رب دايما كلكم في احسن صحة واحسن حال ان شاء الله. النهارده جايه لكم بوصفه سهله جدا وبسيطه. القرص الجميله بقى ام قرفه ديت، يعني قرص الافران بقى بطريقه اقتصاديه جدا، من غير بقى لبن، من غير تخمير. هتقدري تطلعيها في الشتاء دي بكل سهوله، مش تاخد منك وقت خالص في التخمير بقى ولا في التسويه كمان. وهتطلع لك ان شاء الله باذن الله بنفس الطريقه اللي انت شايفاها ديت. فرحي بقى اولادك كده باقل تكاليف، وتحدي بقى ايه الغلا كده، واملي لهم البيت بقى كده فرح وهنا وسعاده ان شاء الله. يلا كده نسمي الله ونخش على المقادير مع بعض. اول حاجه كده معايا هنا كيلو وربع من الدقيق، هنزل عليه برشه من الملح، وهديله نص كوبايه من السكر. حابه سكر اكتر من كده انت حره، معاكي من نص لكوبايه الا ربع. ونزلت بباكت كده من الخميره الفوريه، وكيس بقى من الفانيليا عشان يدينا الريحه الجميله بقى اللي احنا بنشمها في الافران ديت. هقلب بقى المكونات الجافه دي كلها مع بعض كده زي ما انت شايفه. وهنزل هنا بكوبايه ونص من السمنه، سواء بقى سمنة بلدي سواء سمنة عادية براحتك. انا هنا بصراحة كنت حاطة بقى ايه، سمنة بلدي، حطيت كوباية ونص، وهنزل بالنص التاني زيت. حابة تحطي الاتنين سمنة مفيش مشكلة، حابة تحطي كوباية من السمنة على كوباية من الزيت مفيش مشكلة. بس هي كده افضل حاجة عشان تبقى ايه، مظبوطة معاكي كده، ولا منها ناشفة ولا منها دايبة خالص تتهرد منك. ونزلت عليهم بكوبايتين من المية، مفيش اسهل من كده. خلي حبة مية احتياطي جنبك لو انت خايفة يعني، او لو انت عوزتي، حسب بقى ايه، زي ما انتوا عارفين كل دقيق بيختلف عن التاني. هاخد بس كده بايدي رشة بسيطة من السمسم. حابة ما تحطهاش برضو مفيش مشكلة، ليكوا حرية الاختيار. القرص ديت سهلة جدا وما بنعجنش يا جماعة، احنا مجرد بس ان احنا بنلف الدقيق كده زي ما انتوا شايفين. دي من القرص السهلة جدا اللي مش هتغلبك والله في اي حاجة، يعني مش زي عجينة الفطير، مش زي عجينة القرص التانية. لا، انت بتلفي بس كده الدقيق بتدخليه مع السوائل اللي احنا حطيناها. زي ما انت شايفة طريقتها سهلة جدا وبسيطة كده. بنبتدي بس نلمها كده، ونديها بس كده ايه تغليفة عشان ما تنشفش مننا. نسيبها بس ترتاح، مش هتخمر، هترتاح بس 10 دقايق، او في الوقت اللي انت هتحضري فيه الحشوة اللي انت شايفاها دي. نزلت كده ب3 معالق او 4 معالق من السكر، عليهم معلقة كبيرة كده من القرفة، عليهم هنا دي فول سوداني كنت مدياله جرشة بسيطة كده في الخلاط، يعني في الكبة بتاعة الخلاط. وهنزل كده ب3 معالق او 4 معالق من السمسم. لو انت ما عندكيش فول مفيش مشكلة. حطيت بس كده معلقتين من السمنة، وهحط هنا كده معلقة كبيرة ده شربات تقيل. ما عندكيش شربات تقيل وعندك اللي هو اللهم صل على النبي العسل، العسل النحل، تقدري تحطي برضو معلقة كبيرة. ما عندكيش عسل نحل، تقدري تحطي العسل الكلوكوز اللي هو بنحطه للبسبوسة والحاجات الحلويات اللي زي كده يعني. اي بديل عندك منهم تقدري تستخدميه في الوصفة بتاعت النهاردة دي. وكنت هنسى اهم حاجة بقى، وهم ال3 معالق من دقيق البسبوسة. ليه 3 معالق من الدقيق البسبوسة؟ هيخلي معاكي الحشوة من جوه مفرغة كده، متبقاش لازقة كده في بعضها ولا مكتومة. هتقلبي بقى كل الكلام ده كده في بعضه، وهتركنيه على جنب. كده احنا خلصنا ايه، خلصنا الحشوة اللي هنحشي بيها القلب. تعالوا نشوف بقى الخلطة بقى اللي احنا هنغلف القرصة بيها من فوق. نزلت ببقية الفول السوداني المجروش، وهنزل هنا كده بشوية من السمسم. حابة تكتري حابة تقللي حسب بقى الكمية اللي انت هتعمليها. انا الكمية اللي انا عملتها دي كانت قليلة كمان على الكيلو وربع من الدقيق. عملت حبة تاني يعني. ونزلت عليهم كده بمعلقتين من الزيت، وهحط كمان هنا سكر، وهقلب كل الكلام ده بقى كده مع بعضه. الزيت ليه بقى هنا في الخطوة دي؟ عشان يخليكي لما تيجي تضغطي القرصة عليها، السمسم والمكسرات دولت يلزقوا في القرصة، ما توقعش منك يعني ايه اثناء التسوية وكده. زي ما انتوا شايفين اهو، ادي الحشوتين بقوا جاهزين معانا. يلا بقى هنا بقى نجيب العجينة بتاعتنا كده،
ونبتدي نقطّع فيها. طبعًا العجينة هنا ريّحت حوالي ربع ساعة أو 10 دقايق على حسب زي ما باقول لِك كده أنتِ هتخلّصي الحشوات ديّة في قد إيه. ابتديت كده إن أنا أقطّع العجينة حسب بقى القرصة بتاعتِك أنتِ عايزاها قد إيه. أنا كنت عايزة القرصة بتاعتي مش كبيرة أوي ولا صغيرة أوي، عايزاها متوسطة كده في نفس الوقت زي ما باشتريها من برّه، يعني بتكون إيه، مضبوطة كده صغيرة كده مش أوي ولا كبيرة أوي. ابتديت إن أنا أقطّع كده أهو زي ما أنتم شايفين. لازم تقطّعي العجين كلّه يعني. حطيته كده على صينية نضيفة، وهنا بقى إيه، بعد ما قطّعت العجينة كلّها غطيتها طبعًا عشان ما تنشفش مننا. أهم حاجة في المعجنات يا جماعة تحاولي إن أنتِ تغطّيها بستريتش، بفوطة، بأي حاجة عشان وشّها كده ما ينشفش منِّك وتبقى مش حلوة. ابتديت إن أنا أفرد القرصة كده، وحطيت فيها كده حبّة بالمعلقة الصغيّرين من الحشوة من جوّه، وقفلت من تحت بالراحة، وضغطتها في المكسرات التانية اللي هي السمسم بالفول بالسكر. في حاجة بقى أنا نسيتها هنا في الحشوة ديّة، الحشوتين يعني. وهي والله كانت موجودة عندي بس مش عارفة إيه اللي نسّاها لي يعني، اللي هو جوز الهند. بتبقى جميلة جدًا، يعني إحنا لمّا بنشتريها من الفرنة بيبقى فيها جوز الهند، وبتبقى فيها فول السوداني، وبتبقى فيها سمسم، بيبقى فيها قرفة، كل حاجة. أنتِ بتفتحي لها بس كده، مش شرط إن أنتِ ما تبططيهاش عشان القرصة ما تنشفش منِّك. أنتِ يا دوبك بس بتوسّعي لها كده عشان تحطّي الحشوة فيها. بُصّي، أهو بتوسّعي لها مكان كده من النُص معاكِ ديّة، ومعاكِ إن أنتِ تبطّطيها حاجة بسيطة عشان تحطّي لها الحشوة، وبتقفلي على الحشوة بتاعتِك حلو، لإن الحشوة فيها سُكّر. لو ما قفلتيش عليها حلو من تحت هتلزق معاكِ في الصينية وهتتحرق منِّك من تحت. وباضغط عليها كده في المكسرات بتتفرد معايا بكل سهولة. يا رب أكون كل معلومة باقولها لكم كده تكونوا أنتم واصلة لكم وتكونوا فاهمينها. أهو طبعًا الصينية بتاعتي مش مدهونة بزيت ولا بزبدة ولا بأي حاجة. باقفل على الحشوة حلو من تحت، وباضغط عليها كده في السمسم والمكسرات، هي بتتفرد معايا فردة بسيطة. أهو زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا الكمية دي رمِت معايا حبة حلوين، يعني لو أنتِ عايزة تجربي في نُص كيلو من الدقيق، جربي ما فيش مشكلة. آآ النُص كيلو من الدقيق هياخد معاكِ مثلًا كوباية إلا ربع من المَيّة، وهياخد معاكِ كوباية إلا ربع من السمنة. وهياخد معاكِ حوالي معلقة كبيرة كده من الخميرة الفورية، ورشة الملح وخلاص على كده. المَيّة ما تحطيش كوباية كاملة، خلّي كوباية إلا ربع، لو عوزتِ الحبة الصغيرين دُولة ممكن تضيفيهم بالتدريج، يعني خلّي بالِك من المَيّة واحدة، واحدة كده حطيها. هنا كانوا بسم الله ما شاء الله عملوا لي الصينيتين اللي ورا دُولة، ونُص الصينية اللي من قدّام ديّة. طبعًا في الفترة ديّة أنا ما دخّلتش هنا القُرَص على طول. سخّنت فرن البوتاجاز على أعلى درجة حرارة الأول، يعني سخّنته حوالي كده بالضبط 10 دقايق كده أو 5 دقايق. بعد كده نزّلت الشبكة ديّة تحت، بس حسّيت إن هي الموضوع هيطوّل معايا أوي، فشِلت الشبكة كده رجّعتها تاني، وخلّيت القُرَص مباشرةً كده على الصاجة بتاعة الفرن من تحت. بس في الخطوة ديّة لو أنتِ كنتِ مشغّلة فرن البوتاجاز على أعلى درجة حرارة، هدّي بقى النار شوية، يعني خلّيها متوسطة عشان القُرَص بتاعتنا ما تتحرقش. ليه الخطوة ديّة؟ عشان تقوّم معانا القُرَص على طول، وفي نفس الوقت تاخد اللون الدهبي. أول ما تلاقيها القُرصة خدت اللون الحلو اللي أنتِ عايزاه من تحت، طلّعيها بقى حطّيها تحت الشواية على طول. طبعًا من وقت للتاني عشان يبقى لون القُرصة موحّد معاكِ كده لازم تقعدي تلفّي في الصينية بتاعتِك. زي ما أنتم ما شُفتوا أنا خدتها من تحت حطيتها تحت الشواية، ما سِبتهاش بقى ولا رُحت هنا ولا هنا، قعدت ألِف فيها كده يمين وشمال كل شوية كده، لغاية لمّا ادّتني اللون اللي أنا عايزاه. وبقى اللون معايا بالشكل دوّة. والتانية في الفرن من وقت للتاني برضه باقعد أقلِّب فيها علشان تاخد لون حلو معايا، وتبقى التسوية كلّها من تحت ومن فوق مضبوطة. هنا بُصّوا لون القرصة معايا طالعة عاملة إزاي، طالعة حلوة جدًا، لونها دهبي كده بس كانت سخنة بصراحة ما كنتش قادرة أتحكّم فيها. طبعًا بقى هنا غطّيتها بصراحة كده عشان ما اضحكش عليكم يعني، على ما أطلّع اللي في الفرن عشان ما تنشفش معايا. وبعد ما خلّصت بقى كده القرص تسوية القرص كلّها، هابتدي بقى إن أنا أفضّيها معاكم هنا على الصينية كده زي ما أنتِ شايفة. بُصّوا بسم الله ما شاء الله، والله مش قادرة أقول لكم على ريحتها وجمالها والسهولة بتاعتها. يعني عايزة أقول لكم القرص دي ما كمّلتش ساعة عمايل والله. وتقدري بقى إيه، إن أنتِ بقى تدوّقي حبايبِك كده أخواتِك، تعمليها بقى لعيالِك.
حاجة سهلة وبسيطة ما بتاخدش منِّك بقى وقت ولا مجهود ولا مكونات كمان. وادي كده كمية القرص اللي إحنا عملناها النهارده، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده بُصّوا تحفة. الفول السوداني بقى كده مع القرفة مع السمسم، حاجة جميلة جدًا ومغذية للولاد، وفي نفس الوقت بقى إيه، مع كوباية شاي بقى أو كوباية نسكافيه كده ودلّعيهم بقى. لو عجبِك بقى الفيديو بتاع النهارده كده، ما تستخسريش بقى في أختِك اللايك كده واكتبي لها كومنت حلو منِّك كده يشجعني. تعالوا بقى هنا كده نشوف بقى القرص ديّة من جوّه كده قلبها عامل إزاي. بصوا اللون، لون جميل جدًا يا جماعة، اقعدوا قلّبوا بس أهم حاجة كده تقلّبي فيها كل شوية عشان تاخد معاكِ اللون المضبوط. بصوا بقى القرفة من جوّه مش لازقة في بعضها كده ولا مكتومة القرصة من جوّه، مفرّغة وجميلة كده والله وطرية وكل حاجة. آآ شوفي بقى تكلفة القرص دي مش هتكلّفِك أي حاجة، شوفي أنتِ بقى بتشتريها من برّه بكام، وشوفي أنتِ بقى لمّا تشتري بس الدقيق كده والحاجات دي هتكلّفِك كام، وهتعمل لِك كمان كمية قد إيه يعني. بُصّوا، هي أصلًا المفروض بقى تتاكل كده، مش تتقطع بقى كده، عشان السمسم والمكسرات دي ما تُقعش. يالّا مع